مرحبا بكم متابعينا الأعزاء في قناتكم معلومة وخبر وحكاية. القناة القريبة منكم في كل خبر جديد بالصوت والصورة سواء في المغرب أو العالم كله. قطار البراق الفائق السرعة TGV لأول مرة في مراكش. القطار استعمل خط السكة العادة بسرعة منخفضة بين 80 كيلومتر الساعة، وذلك لتجربة مسار الخط الرابط بين الدار البيضاء ومراكش قبل الشروع في البناء الحقيقي للخط الجديد TGV بسكة حديد خاصة تتحمل سرعة 320 كيلومتر في الساعة. هذه الرحلة التجريبية لن تكون الأخيرة للقطار الفائق السريع بين الدار البيضاء ومراكش، حيث سيتم تجريب سرعة 120 كيلومتر في الساعة ثم 160 في رحلتين تجريبيتين قادمتين. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.